السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعال نسمي الله ونعمل بقى كحك العيد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، بقى تعدوا لها بخير يا رب. شوية كحك تحفة، طعمهم حلو قوي ولونهم تحفة. حاجة كده جميلة جدا تعمليها شرافك قدام ضيوفك بقى. حاجة ملهاش حل. طعمه كان حلو ولونه كان حلو وسواه كان مظبوط قوي. كان ما شاء الله طالع معايا، بصوا نواعم كده يعني بسكويت، كحك نواعم بسكويت. كحك نواعم كان حلو قوي وكان طعمه حلو جدا وريحته كانت قلبة البيت. طبعا هنجرب ونشوف المقادير مع بعض، وهقول لكم على خطوة مهمة جدا جدا هنعملوها النهاردة في الكحك، هتخلي معاكي الكحك ريحته وطعمه بصوا ملهاش حل. واللون كمان، واللي ياكل منه واحدة بص هياكل اتنين وتلاتة واربعة من كتر جماله وطعمه الحلو، وعمرك ما هتنسي طعمه في بقك. لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا نشوف مع بعض كده ايه الخطوات بتاعتنا وكل حاجة ان شاء الله نشوفها في الكحك النهاردة. هتجربيه عمرك ما هتنسيه. طريقتنا بتاعت كل سنة مزودين عليها تكة بسيطة جدا جدا، والتكة ديت هتفيدكوا جدا جدا. حاجة حلوة جدا، طعمه كمان حلو جدا. جربوه وان شاء الله يطلع معاكوا احلى كحك باذن الله. تعملي كده فنجان قهوة كده مع جنبه كحكاية وتشربيها، يا سلام على الطعم والجمال. تمام. هتشوفوا دلوقتي الكحك معانا حلو جدا الناعم، وبصوا دايب دوبين كده وحلو وطعمه حلو وريحته ولونه كمان. الحشوة بتاعته اللي انا حشيها له طلع حلوة قوي ومظبوطة قوي. يعني كل حاجة فيه الحمد لله كانت مظبوطة جدا جدا على الشعر. تمام. هتجربوه ان شاء الله. بصوا بيدوب ذوبان ازاي، يعني عايزه اقول لكم اللي ماسكه الملبن والمكسرات اللي حشواه جوه، يعني الحشو اللي جوه هو اللي ماسك الكحكايه، مبيخليهاش تسيب من بعضها. تعال نسمي الله ونبدأ ونشوف الخطوات مع بعض. خطواتنا سهلة وبسيطة وسهلة جدا ومفيش أسهل منها. معايا 3 كيلو من الدقيق. تمام. نخلته طبعا لازم تنخلي الدقيق بتاعك، يديكي هشاشة كده في الكحكاية في أي حاجة هتعمليها لازم تنخليه. تمام. حطيت كده اهوت معلقه كده صغيره من الملح على ال3 كيلو دقيق. وهحط برضو لو انت جايبه ريحه كحك بقى، الريحه اللي انت تحبيها دي ريحه السمنه البلدي. انا بجيبها كده يعني مش بحط اي ريحه، يعني هي حاجه واحده وخلاص. فجبت دي بس كده وحطيتها. تمام. بتحطيها كده على الدقيق وتديها كده تقليبه كده في الدقيق وخلاص. مش بتجيبي يعني حاجات اوفر، ما توفريش في الريحة دي بالذات، عشان ساعات بالطعم الكحك مش بيبقى قد كده فيه. خلاص تمام معانا كده. هنشوف بقى الخطوات بتاعتنا اللي بعد كده. هنشوف هنحط معانا هنا الخميرة دي خميرة بيرة انا جايباها. في خميرة فورية بس انا حبيت الخميرة البيرة، يعني ما شاء الله بتبقى مضمونة، تبقى ضامنة انتي حاطة ايه. تمام. هحط عليها كده معلقة من السكر علشان خاطر تتفاعل على طول، بس يعني معلقة السكر دي مهمة في العجين، بتتفاعل معاكي وبترفع العجين معاكي على طول. هزودها برضو شوية كده من الحليب اهوت. حليب دافي مش بارد، يعني الحاجة اللي انا بحطها النهاردة عشان الجو لسه برضو ساقعة شوية، فلازم العجين بتاعنا ما يحطروش الحاجة ساقعة عشان خاطر مش هيترفع معانا ايا كان نوع العجين اللي انت هتعمليه. هنا معايا السمسم بتاعنا اهوت. هنحط بقى ل3 كيلو كده، حطيت حوالي يعني ما يعادل مج الا ربع كده. سمسم نقيته كده ونضيف معانا زي الفل. حطيته بقى ياخد تحميصه كده بحيث ان هو يعني تلاقيه سخن كده معاكي خلاص اتحمص معاكي، متسيبوش ان هو هو متحمص طبيعي جاي جاهز، بس لازم تديله تحميصه اللي هو لو في حاجه منديه يعني يتحمص معاكي. كوبايه من السمنه الفلاحي اللي هي البقري الصفرا، دي هحطها كده على على السمسم. هحمص السمسم كمان بيها كده واسيحها، تبدأ ان هي هتغلي معانا كده. بحطها على العجين دي بقى اللي بقولكوا عليها. مج واحد سمنة بلدي والباقي حطي سمنة اي نوع سمنة عادي اللي انت حباه. بلدي بقى غير بلدي حطي، بس التكة دي بجد بتفرق جدا، بتخلي ريحة الكحك وطعمه حاجة كده وهم، يعني الناس تشمه من على بعد وانتي بتسويه وانتي بتعمليه، ولما تخشي كده على المكان اللي انت حاطه فيه الكحك بتبقى ريحته قلبة الدنيا. خلاص بدأت السمنة كده ترفع معانا. هنزل على الدقيق بتاعنا بسم الله. بصوا بيغلي في الدقيق ازاي لان هو غلي معايا. مش هقدح السمنة التانية هفكها بس مش هقدحها. دي بس اللي انا قدحتها كده عشان خاطر اقلبها كده وبسسها كده في الدقيق معانا.
الكيلو دقيق بياخد معايا مج من اللي انا حطيته دلوقتي ده، مجين وربع. تمام. لما بحبه ناعم النعومية المظبوطة، لو تحبيه ناعم زيادة حط مجين ونص، بتحبيه متوسط حط مجين بس. بس انا بحبه اللي هو الناعم اللي هو مظبوط، يعني لا هو ناعم يتفرفت منك، ولا هو اللي ايه اللي خشن، لا حاجة مظبوطة كده تمسكيه يبقى متماسك في ايدك، ولو تحطيه في حاجة يبقى متماسك وتيجي تاكليه يدوب في البق. حاجة كده حلوة قوي يعني، مظبوطة بين البنين، اللي هو مجين وربع على الكيلو. يبقى الاتنين يبقى 3 كيلو، حطيت عليهم 6 مجات 8 مجات الا ربع، 7 مجات الا ربع، يعني المج بياخد ال- الكيلو بياخد مجين وربع، يبقى 3 كيلو حطيت 6 مجات ومج الا ربع، يعني 7 مجات الا ربع. كده هبدأ ان انا بسس بقى بايدي لحد ما يديني السمنة طبعا في اماكن واحدة وبقيت الدقيق مفيهوش. هبدأ بقى ابسس كده ايه لحد ما يديني بقى القوام واللون اللي انا عايزاه. وزودت بقيت شوية السمنة اللي انا كنت سايباهم، قلت لو محتاجش خلاص، بس في دقيق بيقبل منك في دقيق ما بيقبلش، حسب برضو نوع الدقيق. ده نوع الدقيق اللي هو بيبقى مكتوب عليه دقيق الكحك. تمام. هبسس كده كويس لحد ما اوريكم القوام. بصوا بيبقى دايب معانا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. بصوا القوام بتاعه حلو قوي، يعني هتبقى معاكي طريه كده، طريه خالص، تبقى حلوه يعني. اللي هو ايه، هحط عليه كده الحليب او الخميره بتاعتنا. بصوا دي الدرجه الحلوه قوي. انا وريتها لكم وقربتها لكم بحيث ان انتوا تعرفوها، عشان خاطر لما تيجوا ايه تعملوها كده. الخميره معانا تفاعلت بالسكر، نزلت بيها والحليب، وهبدأ اعجن لحد ما يديني بقى القوام الحلو كده والمظبوط. تمام. وبحط واحدة واحدة، يعني حطيت على 3 كيلو 100 وعادي 3 مجات من الحليب. تمام. وبالباقي مية، يعني عادي ممكن تعجنيه بمية كله، ممكن تعجنيه بحليب كله المتوفر عندك. بس انا بقى ايه بحط ده وبحط ده، مش بحب احط كله إيه حليب بس، يعني بحب احط مية وبحط حليب، بتطلع معايا العجينة متناسقة وحلوة. تمام كده اهوت. بسم الله كده تفضلي بقى تلفي في عجينتك، العجينة مش بتتعجن، انت بتلفيها كده إيه حطيت كده بداية مج مية مكان المج اللي كان فيه الحليب، وهلف بحط مج بمج عشان عجينتي ما تطراش قوي، وفي نفس الوقت اعرف ايه اتحكم فيها لحد ما توصل معايا الدرجة اللي هي دي كده. بصوا الدرجة دي اهي درجة طرية وحلوة جدا جدا، تمسكيها تحسي ان هي العجينة كده ايه حلوة ملمسها حلو. بصوا مخدومة. هنجرب بقى كده ايه بال بالمنقاش، وهنجرب بالمكبس الاتنين، نشوفوا شكلهم عامل ازاي. هنا بسم الله، طالما المنقاش بتاعك ظابط النقشة بتاعته ما بيشبطش كده في العجينة، عجينتك ناجحة وجميلة جدا ومظبوطة جدا جدا. لو تلاقيه بيشبط كده في العجينة يبقى لسه ما اتخدمتش العجينة وما خدتش ايه حقها في العجن، اللي هو اللف بتاع العجينة تتظبط معاكي. بص نقشتها حلوة ومظبوطة. تمام. هنبص برضو على المكبس، لو المكبس برضو طلع حلو هنشوف، يعني المكبس لازم تكوريه وهو بينزلها لك الحجم اللي ايه المظبوط. بص المكبس بيطلعها كمان شكلها احلى وجميلة جدا. خلاص معانا كده كله طلع معانا الحمد لله مظبوط، عجينتنا مظبوطة وزي الفل. هنعمل بده ونعمل بده. هنا معانا كان عندي عين جمل، هناخده كده نكسره الواحدة بقى على 3 4 حسب ما انتي حابة يعني الجمل عايزاه كتير في الحشوة ولا قليل، او الحتت كبيرة او صغيرة حسب رغبتك انتي. بكسره بالشكل ده. هكمل التكسير كده. ومعايا هنا ايه الملبن، باخد حتة كده من الملبن. تمام. بس انا برش عليه دقيق علشان لما اقطع ما يلزقش في ايدي وايه ويهدر معايا. انا برش عليه دقيق واقطع كده بايدي وباخد على قد ما انا عايزه، واجي حاطه العين الجمل جوه الملبن كده، واعمله كور كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، عشان لما اجي احشي في العجينه ما تاخدش معايا وقت وتطول يعني. تمام كده ايه عملت كام واحده وقلت هجرب معاكم، وبعد كده اعمل الكميه كلها. خدت حته عجينه وجوايا كده ايه الكوره من الملبن وعين الجمل اهوت، وبكبسها كويس كده وبدورها. تمام.
وبال اهوت بحطها كده وبالمكبس وبجرب معاكم. عايزه اقول لكم اللي بالمكبس يعني حلو جدا، واللي بالمنقاش برضو حلو جدا جدا، اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنشوف برضو اللي هي بالمنقاش برضو كانت حلوة. يعني حسب بقى الحشو دوت، حاجة ترجع لك انتي عايزة تحطي عجوة، تحطي ملبن، تعمليه سادة مكسرات براحتك. دي حاجة حسب الرغبة يعني، مش شرط ان انتي تحطي ملبن او مكسرات، المتوفر عندك حطيه واللي متوفر عندك اعملي بيه. دي حاجة بترجع لك انتي وحسب ما انتي بتحبي. نقشته كانت ما شاء الله حلوة ومظبوطة جدا جدا. خلاص بدأنا بقى، كل سنة وانتم طيبين بقى في حاجات العيد كل يوم يعني نعملوا حاجة كده وننزلوها، وان شاء الله حاجاتنا تعجبكم وتجربوها بإذن الله. دي النقشة بتاعتنا، هنعدلوها برضو ما اتكسرتش ولا حاجة. ونكمل الكمية بقى ونبدأ ان احنا نخبز ونشوف مع بعض بعد ما قفلت اهوت كده بدولت، بعد ما عملتهم كده ايه بالمكبس. اهو ده اول صاج كنا بدأنا فيه مع بعض. تمام. هنبدأ بقى نولع الفرن من تحت كده والناسة واطي خالص، ومن فوق نفس الكلام. وده التسوية بتاعتنا كده بعد ما طلعت، وبحط الشبكة على اول رف تحت، والنار ايه تهديها بقى خالص، بحيث ان هو طلعهولك مستوي وسواه مظبوط قوي، مبيبقاش ايه محمر من بره ومعجن من جوه. إيه كده هو بدأنا نسوي، وهنوريكم برضو الكمية اللي طلعت معانا. اهي دي الكمية بتاعتنا 3 كيلو ما شاء الله، الكاميرا ظلمهم لونهم احلى بكتير. وهنا كنت خلاص بقى حطيت كده عليه السكر، وده كان منظره كان حلو جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.